لو عايزين تعملوا السنة دي كنافة أحلى من اللي بتتباع في المحلات يبقى لازم تجربوا طريقتي. وبعيدا عن شكلها التحفة ده، هي سهلة جدا وسكرها مظبوط. وأول حاجة عشان الكنافة تطلع شكلها حلو قوي بسيح السمنة البلدي مع معلقة بودرة زعفران. اضغطوها كويس بكوباية في القالب بتاعكم عشان تطلع مظبوطة قوي. درجة الحرارة والتسوية هتلاقوها تحت الفيديو. انتوا مش متخيلين بقى طعم الفراولة مع الكنافة. في الأول هنسوي الفراولة مع كريمة الخفق، ممكن نستبدلها بحليب ومعلقة نشا ومعلقة قشطة. بعد كده بضيف الدارك شوكليت، ودي احلى طبقه بالنسبه لي. طعمها مع باقي الاطعمه اللي لسه هنضيفها خطير. وتاني طبقه بقى هي كريمه الجبنه، ودي اللي هتوازن الطعم وتخلي السكر مظبوط في الكنافه. وهنعمل بقى السيروب او الشيره بتاع الكنافه بنكهه الفراوله، وهتديلها طعم لذيذ قوي وفي نفس الوقت لون طبيعي من غير الوان صناعيه. وطبعا هتلاقوا كل المكونات والطريقه بالتفصيل تحت الفيديو. وزودت لها معلقه نشا عشان قوامها هيطلع تقيل شويه. بعيدا عن ان الكنافه كانت هتقع مني، بس الحمد لله ربنا ستر. هنحط بقى الطبقات التحفه دي، وهزين بقى في الاخر بكريمه التشيز. وبجد مفيش اسهل من كده. بس هنقص كيس الكريمه بمقاسات مختلفه ونزين بشكل عشوائي، وهتطلع بالجمال ده. هنسخن بقى المعلقه المعياريه عشان نعمل التجويف اللي هنحط فيه الصوص للتزيين. وبس كده، دي احلى كنافه هتجربوها في حياتكم. لازم تجربوها. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم.